ما انت لما تروح التمرين بتاعك وتلعب لك رفرفه امامي وجانبي وبريس امامي وبريس جانبي، انت في مخيلتك مدي 2 امامي و2 جانبي، انت في الحقيقه مدي 3 امامي و1 جانبي. فهنا الامامي بقى واخد اوفرلود والجانبي مش واخد حق. الامامي عضله صغيره والجانبي عضله اكبر، حجمها اكبر واليافها اكبر. الامامي بيشتغل مع كل تمارين الشيست في البريس والفلايز والجانبي ما بيشتغلش. فانت بتلعب على الكتف الامامي بطريقه ايه موته، وهو تلاقيه في الاخر ممكن ما تلاقيهوش ان هو بيكبر بسبب كتر الاحمال اللي عليه، والجانبي ما بيكبرش بسبب قله الاحمال اللي عليه. ففي الاخر انت كتفك على الله حكايه واصابات اكتر، ما انت مزود احمال. طب ما تدخل شكل واحد بس امامي، فساعتها ممكن العب رفرفه امامي وشكرا. ممكن ولا العب بريس امامي ولا بريس جانبي، وتحط مكانهم واحده بالكيبل بدل ما انت بتلعب بالدمبل تلعب رفرفه بالدمبل ورفرفه بالكيبل. عملت الاختيار ده ليه؟ عشان اخلي الكتف الجانبي ياخد فوليوم عالي واخلي الكتف الامامي اقلل من عليه الاحمال، لان هو اوريدي كده كان بيشتغل في 3 تمارين فشغلته في تمرينه. طب ليه انت شغلته في تمرينه؟ عشان واخد اندايركت فوليوم في كل تمارين الصدر، بريس عالي، بريس واطي، فلايز، كل حاجه. ليه؟ اصله بيعمل حركه شولدر هوريزونتال ادكشن، فبيشتغل معايا كعضله مساعده، بيشتغل وبياخد اندايركت فوليوم مع تمارين الصدر. ولو عايز تبقى مدرب شاطر قادر تصمم البرامج التدريبيه بناء على معرفتك لعلوم التشريح وعلم الحركه، تقدر تبدا دلوقتي حالا في كورس التشريح لاعداد المدربين، هتلاقي اللينك في البايو.